مع ظهور الذكاء الاصطناعي ورغم فوائده الكتير اللي محدش يقدر ينكرها الا ان وجوده سبب شويه مخاوف وجدل واسع حوالين استخدامه ومخاطره على سوق العمل. لكن المخاوف دي ما وقفتش بس عند سوق العمل، دي امتدت لمجالات تانية كتير وخصوصا مجال التعليم. والمشكله دلوقتي ان الطلاب بقوا بيستسهلوا وبيستخدموا الذكاء الاصطناعي علشان يفكر ويحل مكانهم، زي بالظبط جيل الثمانينات والاجيال اللي قبلهم لما كان بيتقال يا ابني احسب على مخك وما تستخدمش آلة حاسبة علشان مخك ما يقفش. والطالب ساعتها كان بيقول طب ما الآلة موجودة، أضيع وقتي وأتعب نفسي ليه؟ ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، بس بدل ما الموضوع كان محدود في جمع وطرح واسم وضرب، الموضوع دلوقتي بقى كارثي في المدارس والجامعات. ولذلك في دراسة اتعملت من قريب جدا في تركيا بتقيس تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. بس يا ترى ايه نتيجة الدراسة دي؟ وهل تفتكروا فعلا ان استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال زي التعليم ممكن يكون بداية لجيل ما بيعرفش يفكر لوحده؟ وايه اللي ممكن يحصل لو الطلاب فضلوا يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل بدل ما يتعلموا ازاي يحلوا المسائل بنفسهم؟ وهل في اي حلول مطروحة عشان نقدر نتجنب المخاطر او الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية؟ كل الاسئلة دي واكتر هنجاوب عليها في حلقة النهارده. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس علشان يوصلك حلقاتنا الجديدة. انا خالد جاد ويلا بينا. السلام عليكم. كتير مننا بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي في كل حاجة تقريبا دلوقتي، سواء بقى شغل او دراسة او حتى في الترفيه. صحيح انه سهل علينا حاجات كتير قوي، وشغل زمان كان بيحتاج وقت طويل علشان يخلص دلوقتي بيخلص في ثانية الا ثانية وبدون مجهود. فطبعا نقدر نقول انه زود انتاجيتنا بشكل واضح، بس محدش فكر قبل كده ايه ممكن يكون تأثيره في المستقبل، وخصوصا لو بدأنا نعتمد عليه بشكل كامل. مجرد نكتب السؤال وناخد الإجابة من غير حتى ما نفهمها أو نراجع عليها. وأكتر حد ممكن يتأثر بالموضوع ده هو الطلاب، وخصوصا الجيل الجديد اللي طلع لا أداة زي دي متوفرة له يقدر يستخدمها زي ما هو عايز بدون أي قيود. وده الصراحة لازم يخلينا نقلق إن الذكاء الاصطناعي بدل ما يساعد الطلاب وينمي مهاراتهم ممكن يكون السبب في أزمة حقيقية وهيخليهم يعتمدوا عليه بشكل كامل ويضر بأدائهم وطرق تفكيرهم. وده بالظبط كان موضوع البحث اللي عمله الباحثين في الذكاء الاصطناعي ليبي هيلز وأوين هينكل، واللي على أساسه عملوا تجربة علمية من شهر تقريبا على الطلاب في مدرسة بتركيا. والتجربة دي كانت بتقيس تأثير الجنراتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديدا الشات جي بي تي 4 على تعليم الطلاب في مادة الرياضيات، وكانت بتغطي تقريبا 15% من المنهج اللي المفروض ياخدوه. والعينة شملت 1000 طالب من حوالي 50 فصل من فصول اولى ثانوي لحد ثالثه ثانوي، مع استثناء الفصول المتفوقة. بس يا ترى التجربة دي اتعملت ازاي بالظبط؟ بص يا سيدي، اول حاجة بدأوا يوزعوا الطلاب بشكل عشوائي على الفصول مع الاحتفاظ بوجود 3 انواع من المجموعات لكل فصل: مجموعة الكنترول، مجموعة الجي بي تي بيز، ومجموعه الجي بي تي توتر. في مجموعه الكنترول الطلاب كانوا بيشتغلوا بالكتب المدرسيه ويكتبوا ملاحظاتهم بشكل طبيعي بدون ما يوفروا لهم اي شكل من اشكال التكنولوجيا. اما في المجموعتين التانيين الجي بي تي بيز والجي بي تي توتر وفروا لكل طالب لابتوب وكان عليه نسخه محدده من الشات جي بي تي 4. بس الفرق في النسختين كان في طريقه المساعده. مجموعه الجي بي تي بيز كانت بتستخدم نسخه من الذكاء الاصطناعي بتحل المسائل بشكل مباشر للطالب، اما مجموعه الجي بي تي توتر كانت بتستخدم نسخه تفاعليه اكتر، نسخه كانت بتمشي مع الطالب خطوه بخطوه وتحاول تساعده عشان يفهم تسلسل الحل بدل ما تديله الحل النهائي على طول. يعني على سبيل المثال نسخة الجي بي تي بيز لو الطالب اداله مسألة وقال له احسب محيط المستطيل اللي طوله 8 سم وعرضه 3 سم، هيديله الحل النهائي مباشرة وهو 22 سم. اما مع نسخة الجي بي تي توتر مع نفس السؤال مش هيدي اجابات مباشرة، ولكن هيسأل الطالب على الخطوات اللي عملها لحد دلوقتي. ولو الطالب لسه مش عارف يحل المسألة فالشات جي بي تي بيبدأ يسأله عن معرفته بالقوانين الضروريه لحل المساله. وبعد كده حتى لو الطالب طبق القانون غلط وقال مثلا ان النتيجه 11 سم بدل 22 سم، فالنموذج بينبهه انه لازم يضرب في 2 بعد ما يكون جمع الطول مع العرض. المهم بعد ما وزعوا الطلاب على المجموعات ووفروا لهم الادوات الخاصه بيهم بداوا التجربه بتقسيم الحصه ل3 مراحل. اول جزء في الحصه المدرسين بيشرحوا درس عادي اتغطى قبل كده في المنهج زي مثلا درس الدوال. تاني جزء في الحصه كان للتمارين وحل المسائل، والطلاب هنا بيحاولوا يحلوا تمارين اللي المدرسين عملوها علشان يركزوا على المفاهيم اللي اتغطت في الشرح. وفي المرحله دي المدرسين بيحاولوا يحفزوا الطلاب علشان يستخدموا نموذج الذكاء الاصطناعي المخصص للمجموعه بتاعتهم. وبعد كده بيدخلوا على المرحله الثالثه او الجزء الثالث من الحصه، وده بيكون امتحان من غير اي مساعده خارجيه. يعني الطالب بيحل الاسئله لوحده من غير ما يكون معاه لابتوب او حتى كتاب. يعني نقدر
نقول غفلوهم. والاسئله في الامتحان ده كانت شبه التمارين اللي حلوها في المرحله الثانيه باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي. وفي الاخر جمعوا نتائج التمارين والامتحانات بتاعت المرحله الثانيه والثالثه وقارنوهم ببعض، وقارنوا برضو الاختلاف ما بين المجموعات، مجموعه الكنترول، مجموعه الجي بي تي بيز، ومجموعه الجي بي تي توتر. والنتائج كانت فعلا مثيره للاهتمام. وكانت نتيجه المرحله الثانيه اللي الطلاب استخدموا فيها نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بيهم بينت ان المجموعه اللي كانوا بيستخدموا نموذج جي بي تي بيز ادائهم اتحسن بنسبه 13.7% عن مجموعه الكنترول اللي كانوا بيستخدموا الكتب الدراسيه بس. اما بالنسبه للطلاب اللي استخدموا نموذج جي بي تي توتر فادائهم زاد بنسبه كبيره جدا وصلت ل 36.1%. وطبعا النتيجه دي مبشره جدا، ولو كانوا وقفوا التجربه هنا كان زماننا بنقول دلوقتي قد ايه الذكاء الاصطناعي عمل طفره في التعليم وقدر يحسن اداء الطلاب في وقت قياسي. ربنا نصرني. بس يا ترى تفتكر التحسن الجميل اللي شفناه في المرحله الثانيه ده هيستمر؟ في الحقيقه لا، وده اللي بيأكده نتيجة المرحلة الثالثة اللي الطلاب كانوا بيحلوا فيها الامتحان بدون أي مساعدات خارجية. فهنلاقي المجموعة اللي استخدمت نموذج جي بي تي بيز أدائهم نزل بنسبة 17% عن مجموعة الكنترول اللي كانوا بيستخدموا بس الكتب الدراسية. أنت متخيل الفرق في الأداء ما بين المجموعة الثانية والثالثة عامل ازاي؟ وده طبعا كان بسبب انهم بيستخدموا النموذج عشان يجيبوا الحل النهائي وخلاص، من غير ما يتفاعلوا معاه بشكل تعليمي او يحاولوا يحلوا المسائل بنفسهم. والباحثين كمان لاحظوا ان تسهيل المهام على الطلاب اثر بشكل سلبي على ادائهم، لان السهوله دي بتيجي على حساب المهارات الاساسيه اللي المفروض يتعلموها. زي بالظبط ما استخدام الاله الحاسبه قللت حاجه الناس لتعلم الحساب وكتابه النصوص على الكمبيوتر قللت من اهميه الكتابه بخط الايد، الشات جي بي تي كمان بيعمل نفس المشكله وبيخلي الطلاب بيستخدموه زي العكاز بالظبط، وخلاهم يبطلوا يهتموا بالمناهج الدراسيه او يتفاعلوا في الحصص. وتاثيره على الطلاب اوسع بكتير ومعقد اكتر من الآلة الحاسبه، لان حتى وانت بتستخدمها بتحتاج انك انت تبقى فاهم القوانين وعارف طرق حل المساله علشان تقدر توصل للحل. لكن مع استخدام الذكاء الاصطناعي انت مش محتاج كل ده. طب واللي استخدموا نموذج جي بي تي توتر يا ترى ادائهم نزل برضه؟ المفاجاه ان ادائهم كان قريب قوي من مجموعه الكنترول، والفرق كان بسيط ومش مؤثر قوي. يعني نقدر نقول ان في تحسن صغير ما بينهم وما بين مجموعه الكنترول اللي كانوا بيعتمدوا على الكتب الدراسيه فقط، وده نقدر نعتبره شيء كويس وايجابي بالنسبه للفتره القصيره بتاعه الاختبار. وعلى فكره البحث ده ما كانش الاول من نوعه اللي بيقيس تاثير الذكاء الاصطناعي على الطلاب. يعني عندك مثلا تقرير من اليونسكو سنه 2022، التقرير ده كان بيقول ان الاعتماد الزايد على الذكاء الاصطناعي ممكن يقلل من قدره الطلاب على التحليل النقدي وحل المشاكل بنسبه توصل ل 15%. ودراسه ثانيه في جامعه ميشيغان بتقول ان 26% من الطلاب اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي بيعانوا من قله التركيز وفقدان القدره على استيعاب المعلومات لوحدهم. بس برضه ما نقدرش ننكر ان المجموعه الثانيه اللي كانوا بيستخدموا الجي بي تي توتر كانوا بيتفاعلوا معاه بشكل احسن وكانوا بيستفيدوا منه فعلا، مش بس عشان يوصلوا للحل. وده قدر انه يقلل من الاثار السلبيه اللي سببها النموذج الاول. وفي برضه دراسه لجامعه كاليفورنيا سنه 2021 لقت ان استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ممكن يحسن اداء الطلاب بنسبه 20% في حاله فرض قيود على استخدامه. بس خلينا نتفق ان الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، زيه زي اي اداه تانية. لو استخدمناه صح وبطريقه ذكيه هيكون وسيله بتساعدنا ويخلي التعليم احسن واسرع، لكن لو اعتمدنا عليه بشكل كامل ممكن يضرنا ويأثر على مستقبلنا. علشان كده ضروري جدا ان احنا نوجه الطلاب انهم يستخدموه كأداة مساعدة مش بديل عن التفكير والتحليل، وقبل ما يلجأوا ليه يحاولوا يفكروا في الحل بنفسهم، ولو استخدموه فيستخدموه علشان يعرفوا طريقة الحل مش عشان ياخدوا الحل النهائي، ويكونوا فاهمين انه مش معصوم من الخطأ. فطبيعي جدا انه احيانا يقدم لك اجابات مش كامله او خاطئه، وساعتها هتلبس في الحيطه لو اخدتها منه من غير ما تراجعها. وفي النهايه الذكاء الاصطناعي كده كده هو جزء من مستقبلنا، فمش بايدينا ان احنا نوقفه، لكن كل اللي نقدر عليه ان احنا نعظم المنافع بتاعته وفوائده ونقلل المخاطر بتاعته واضراره. والمهم اننا نفتكر ان التعليم مش هدفه بس ان احنا نحل مسائل او نعدي امتحان، لكن التعليم هدفه اننا نبني عقليه تفكر وتبدع وتحلل، وده اللي لازم نحافظ عليه حتى مع وجود الذكاء الاصطناعي في حياتنا. وبس كده، ده كان كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك علشان يستفادوا هم كمان، واكتب لي في التعليقات يا ترى انت شايف ايه القيود اللي المفروض تتحط على الذكاء الاصطناعي علشان ما يأذيش العمليه التعليميه. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.